مرحبا أصدقائي. اليوم حبيت أن أسوي هذا الفيديو السريع، بس حبيت أحكي عن أنه أعلق على الأحداث اللي صارت بالبصرة، الأحداث الجميلة، أنه شلون البصرة مستضيفة الآن بطولة خليجي 25. وردود الأفعال اللي شفناها على الميديا، فشي كلش حلو، فشي رائع. يعني الشيء اللي يعني لامس روحي وقلبي انه شلون العفوية، المحبة العفوية والود اللي بين العراقيين ودول الخليج. من اجوا الخليجيين للبصرة حتى يحضرون هاي المباراة. طبعا هي مو بس على مود الطوبة، هي مو بس، هي فد السبب. شلون العراقيين بقلبهم اكو محبة ورغبة بأنهم ينتمون، يرجعون لانتمائهم. اللي هواية أحداث صارت بالسابق وبالحاضر قبل بسبب صدام من غزا الكويت وخلى عداوات بيننا وبين الكويت وأهل الخليج، وشوه صورة العراق والعراقيين. وبعدين جت إيران ودا تريد تفصل العراقيين عن الموقع الجغرافي اللي ينتمون إليه. رغم كل الدمار والخراب والألم والمعاناة، لما أجوا أهل الخليج للعراق، كل هذا الشغل اللي اشتغلته إيران حتى تخرب. طبعا أنا ما من أقول إيران، ما أقول يعني شعب إيران هم يعانون أيضا من حكومة إيران، بس قصدي النظام الحاكم في إيران المتسلط على رقاب الناس. يعني الحكومة مال إيران تريد، يعني ضمت العراق تحت جناحها على مود حتى تستعبدهم. بس رغم كل هذا، رغم كل الشغل اللي اشتغلوه، ورغم كل الميليشيات، بس العراق يشعر بالانتماء. اكو فد شيء انهم بخصوص انتماء العراق لحضن الخليج العربي، وفد السر انه احنا العراقيين، حتى احنا اللي تركنا العراق وطلعنا، يعني صح احنا شفنا هواي اشياء مو زينه بالعراق، وخاصه انا كمرأة عراقيه. يعني شفنا ضيم، يعني خاصة البنات انه يتعرضون للظلم من قبل اهلهم، من قبل المجتمع. وحتى يعني انا هسه طلعت، ما عندي، اخاف ارجع، اخاف انه يعني اخاف يغدروني على انتي بنية وطلعتي بدون اذن من عندنا ومن هالحكي هذا. زين، فبس اكو فد شيء، اكو يعني العراق ما ينسي. العراق اكو فد شيء، احنا عندنا رغبة انه العراق يتحسن وضعه، نرجع لحضن البلد، وهذا البلد يرجع لحضن الدول والإخوان والجيران الزينين الطيبين. فيعني من شفت هذا الشيء انطاني فد أمل أنه يعني مرة ثانية راح نعيش من جديد، راح تتصلح الوضعية. يعني طبعا أتمنى أنهم، أنا أمي توفت وأبوي توفى وبالعراق ما رحت شفتهم، ما قدرت أروح أشوفهم لأنهم أخاف أرجع. بس أنا أحب العراق، أنا فرحت يعني من شفت هذول أهل الخليج اللي جو للعراق، وشون اللمة الحلوة والفرح. هذا فالشي فرحني. أنا أشكر أهل الخليج أنهم رغم كل اللي صار أنهم قبلوا النجوم
ودا يشجعون العراق على أنه يعني يستعيد عافيته. على فكرة عافية العراق مو ترجع بكثرة الأموال، ترجع بالمحبة والتسامح وتقبل الآخر. الشيء الأساسي اللي محتاجه العراق، لا محتاجين دين ولا محتاجين بعد فلوس ولا محتاجين أحزاب، بس محتاجين أنه لما أنت تختلف وياي بالرأي، لما عندك رأي يختلف عن رأيي غير مطابق لرأيي، أقبل بأنه أنت تعيش مثل ما أنا عايش وإلك حقوق مثل ما أنا إلي حقوق. مو لازم أنه إذا اختلفت بالرأي مع شخص هذا الشخص لازم يموت ولازم يمحى من الوجود حتى أنا أقدر أعيش. لا، أقدر أعيش وأنت هم تعيش وكلنا نعيش، وكل واحد عنده رأي يختلف عن الآخر بس يتقبل الآخر. إحنا هذا المحتاجين، وهذا اللي أنا هسه شفته تجسد بهاي بخليجي 25. فأنا أريد أشكر الدول العربية ودول الخليج بخاصة. أريد أشكر الشعب البصري، شعب البصرة والعفوية، المحبة العفوية مالتهم اللي طلعت. وأريد أقول أنهم أنا كعراقية، أنا هسه عايشة بأمريكا صار لي 10 سنوات هنا بأمريكا، بس من طلعت من العراق طلعت من سنة نهاية 2004. أشتاق للعراق، أحبه، أفتقد أنا للعراق، أفتقد أنه أعيش بالبيت والمكان اللي أنا انولدت بيه وأكون فرحانة وسط أهلي وناسي. بس كثرة الحروب وكثرة القتل وجابوا لنا الميليشيات يعني كلش فرحانة إنه انطاني أمل. هذا الشيء اللي شفته اللي يصير بالبصرة نطاني أمل إنه في يوم من الأيام إنه العراق راح يصير زين وراح نقدر نرجع ونصير أخوة وحبايب. هذا اللي احنا محتاجين. احنا لا محتاجين بعد فلوس ولا محتاجين سياسة ولا محتاجين دين، احنا بس محتاجين محبة، محتاجين محبة تلمنا وتجمعنا. هو هذا اللي احنا محتاجين. ومن شفته كلش فرحت فقلت يعني أريد بس أعبر عن فرحي. وأنا مشتاقة للعراق بس ما أقدر أرجع، أخاف أرجع، يعني أخاف يغدروني يقولوا لي أنت شنو صار لك 10 سنين قاعدة بأمريكا وبس تجين ترجعين العراق. بس اللي شفته شلون أهل البصرة استقبلوا أهل الخليج، قلت إيه جوزوني مين أقدر أرجع ويستقبلوني وما يغدروني. شكرا لإنصاتكم. يا رب يرجع العراق أحسن من قبل يا رب، وشكرا للخليج.